بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. لقبول طلب نقل ملكية شريحة سواء، أول شي بفتح تطبيق ماي اس تي سي. بعدها من هنا بضغط على متجر ماي اس تي سي. بعدها بضغط هنا على هذه القائمة وأضغط على نقل الملكية. بختار من هنا نوع الهوية، هوية وطنية أو هوية مقيم أو خليجية أو إقامة مؤقتة. بعدها أكتب هنا رقم الهوية وأضغط استمرار. بتجيني هنا صفحة خاصة بالعنوان الوطني، بعبي هنا بيانات العنوان الوطني أو المكان اللي أنت ساكن فيه. بعدها أضغط استمرار. بيجيك هنا طلب نقل الملكية، تضغط على موافقة. بعدها بتختار من هنا الشريحة، من هنا بتختار توصيل الشريحة إلي أو تحويلها إلى شريحة إلكترونية. بتختار الشي اللي تبغاه. بعدها من هنا تختار باقة لازم تفعلها تكون موجودة في الشريحة. ممكن تختار أرخص شي، سوى بيسك ب34 ريال. بعدها اضغط هنا اختر هذه الباقة. بتعبي هنا تفاصيل العنوان الوطني أو مكان سكنك. بعدها تضغط على استمرار. بتختار التقويم عشان تختار تاريخ ميلادك، هجري أو ميلادي. بعدها تكتب هنا تاريخ ميلادك. اختر استمرار. هتكتب هنا اسمك، بعدها الاسم الأخير. بعدها تكتب هنا رقم جوال عشان يتواصلون معك عند تسليم الشريحة. استمرار. بيجي كود على رقم الجوال بتكتبه هنا. بعدها بتحدد موقع التوصيل وتضغط على استمرار. استمرار. هتكتب هنا الإيميل. بعدها استمرار. بتجيك هنا مراجعة للطلب، هتضغط هنا على أوافق ثم تضغط على أرسل طلبك. إذا كنت تبغى عروض بتضغط على أرغب بالحصول على العروض أو لا اللي تبغاه. كذا يكون رفعت الطلب بنجاح وسوف يتواصلون معك خلال 24 ساعة. وبس، هذا كان الفيديو. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وشكرا.